ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة. معلش اتأخرنا في التوتوريال ده، بس على قد ما بقدر والله بحاول افيدكم قدر المستطاع. ده اول حاجة. تاني حاجة ان انا انزل توتوريالز بشكل مستمر ان شاء الله. الفترات اللي جاية هيبقى فيه توتوريالز كتيرة وشروحات كتيرة هنطبقها مع بعض خطوة بخطوة. نخش في التصميم بتاع النهاردة على طول. النهاردة هنعمل تصميم ميديكال، طب اسنان. يعني فكرته كده ايه، فيها شوية حركات هتفيدك. هي شكل البوست نفسه في الاخر جميل جدا، وفي حاجات كتير هتتعلمها جديدة. اول حاجة هنشتغل بالتو كولرز دول. ده الاساسي بتاعي، وده اللي هعمل بيه اللايتنس. هخلي المقاس بتاعي زي ما انتم عارفين 1080 في 1080 بكسل وريزوليوشن 300. هخلي الكالر الاساسي بتاعي في الباك جراوند، واعمل نيو لاير واحط نقطة بتاعتنا بالشكل ده. هناخد النقطة دي ونوسطنها فوق خالص كده ونكبر شوية. تمام كده، مظبوط جدا. كل الاستوكات دي انا هسيبها لك في الديسكريبشن، حتى التكست دي هنسيبها لك برضو. اول حاجة هسحبها هو الكرسي ده. هناخد الكرسي ده كده ايه، نجيبه في الجنب ده هنا، نظبط حجمه شوية. وبعد كده هنجيب الضرس ده كأنه واقف على الكرسي. هنظبط الحجم بتاعه بحيث انه يبقى مناسب على الكرسي، مش في حاجة غلط يعني. تمام. وبعد كده هنجيب الكراون ده او التاج ده، وكأننا هنلبسه للضرس. طبعا كل الكلام ده هنعمله دلوقتي خطوة بخطوة، وهتشوفوا قد ايه التصميم تحفة وجميل جدا. يعني هيفيدك جدا في الشغل لو انت بتشتغل لعيادات او كده. اول حاجة هنعملها هو الشادو بتاع الضرس نفسه. هنزل تحت اللاير بتاع الضرس واعمل نيو لاير، واجيب الفرشة الفيد بتاعتي بالشكل ده، واخلي الفلو 10%، وابدأ اضلم كده شوية الدنيا هنا، ونغمق شوية من الجنب كده ومن ورا. لذيذ جدا. طيب هعمل الشادو بتاع الكرسي ده كده، التاج الكرسي اهو. هعمل تحت منه الشادو بتاعه بنفس الفرشة الفيدد بتاعتي ونفس الاوباسيتي والفلو، وهعمل نقطة كده هنا ونقطة هنا. بعد كده هنعمل نيو لاير تاني بحيث ان احنا نعمل الشادو بتاع الكرسي من الجنب كده. تمام. ابدأ اظبط الشادو على قد حجم الكرسي، عشان لو في زيادات كمان ايه نقدر نظبطها، يعني نقصها او نحذفها خالص لو حابين. تمام. واجي كده بالاستيكة من هنا ابدأ امسح الكلام ده، بس اقلل الفلو بتاعي اخليه 10 مثلا في المية. تمام. نظبط كده حجمه شوية، وندي جوزن بلور. تمام. هاجي عند الحتة بتاعت التاج دي، وعاوز اكن الضرس لابس التاج نفسه. هعملها ازاي؟ اول حاجة هاجي عند التاج من هنا، واجيب اداة البين تول واخلي المود بتاعها باس، واجي ادوس اول نقطة هنا من عند الضرس يعتبر، وهقص الحتة دي كده كلها من فوق. يعني انا الحتة او الجزء ده من هنا كده كله انا مش عاوزه. هعمله ازاي؟ هدوس نقطة زي ما عملنا، وهنيجي ندوس نقطة تاني هنا كده. تحاول تظبط الموضوع على قد ما انت شايفه صح يعني. تمام. هنقص الحتة دي كده، نعمل ميكس سيلكشن بعد ما خلصنا البوتنز او النقط اللي عملناها. حاسس انه عايز اتظبط اكتر، يعني ممكن ايه
نهتم بيه اكتر من كده، ممكن اجيب من اول هنا واعمل كده، وبعد كده نعمل هنا مثلا. طبعا ايه لما بتاخد وقتك في الشغل بتلاقي البرودكت النهائي بتاعك ممتاز يعني. تمام. وهنعمل ماسك للكراون ونعكس الماسك. تمام. هاجي اظبط بس الكراون من هنا شوية. لذيذ جدا. طيب انا شايف في ضرس ورا او باقي الضرس ورا هنا، هاجي عند الضرس نفسه واعمل له لاير ماسك، واجيب الفرشة العادية بتاعتي واخلي الاوباستي والفلو 100%، ونصغر حجم الفرشة شوية ونمسح الجزء اللي احنا مش عاوزينه ده. تمام جدا كده. انت حسيت ان فعلا التاج كأنه لابس على الضرس نفسه. هعمل ايه تاني؟ هعمل نيو لاير واعمله كليبنج ماسك على الضرس، وهدي اللاير ده اللون الاسود زي ما انتم شايفين كده. وهعمل لللاير اللي انا عامل له كليبنج ماسك ده لاير ماسك، واعكس الماسك نفسه، واجيب الفرشه الفيدد واخلي الفلو مثلا 5%، وابدا اغمق هنا شويه كده زي ما انتم هتشوفوا بالظبط، بحيث يبان كأن في ظل مكان التاج يعني. تمام. عايز اعمل مثلا لايتنس شويه او اخلي التاج كانه منور اكتر كده، هعمل نيو لاير فوق التاج واخلي الفلو والاوباستي 100%، واعمل نقطه كده واكبرها شويه كأن في ايه التاج ملمع يعني او حاجه زي كده. طبعا هنعمل اضاءه من الجنب ده دلوقتي، بس بعد ما هنعمل الجزء بتاع الباب والتسوس والكلام ده. هسحب الباب ده هنا واخليه مثلا هنا. طبعا هنصغر كل حجم البروجكت ده، هنصغره كله مع بعض وكده شويه، بحيث ايه نقدر نشتغل، وبعد كده لو حبينا نكبر براحتنا يعني. تمام. هاجي تحت الباب واعمل نيو لاير، واجيب الفرشة الفيدد بالشكل ده واخلي الفلو 10%، واغمق الحتة دي كده من هنا شوية، وادي هنا برضو تغميقة، ونغمق كده ايه الحتة دي، لان انا هاجي احط فيها دلوقتي التسوس. تمام. عملنا كده الباب. هجيب السوسة دي واحطها كده من فوق هنا، وهعمل كأنها طالعة من الباب، لان انا عندي المين بتاعي او المين كونسبت بتاعي اللي هو اطرد التسوس. تمام. انا عايز اخلي كأنه طالع من الباب. هعملها ازاي؟ هاجي احطه بالمنظر زي ما انتم شايفينه ده كده، وهاجي عند الباب، عند الضلع بتاع الباب ده، وهعمل سيلكشن كده لغاية ما احس ان هو عمل سيلكشن على الباب بالظبط. وهعمل وانا واقف على اللاير بتاع التسوس هعمل له لاير ماسك، واعكس الماسك كأنه في جزء جوه وفي جزء بره. طبعا انا حاسس ان الجزء ده في عايز يجي جوه شوية، بس كده تمام. تمام. هعمل اول حاجة هنا الشادو بتاع الرجلين بتاعه. لذيذ جدا. انا هنا شايف عينه كانها بصالي، انا عاوزها تكون باصه للتاج او باصه للضرس، بحيث ان الكونسبت كله يبقى ماشي مع بعضه يعني. هعمل ده ازاي؟ هقف على اللاير نفسه بتاع السوس ده، وهعمل له كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وهعمل نيو لاير ماسك. او نعمل حاجه تانية اسهل، هجيب الاداه بتاعت اللاسو تول، وهاجي احدد على العين نفسها بالظبط كده زي ما انا عامل، وهاجي اقف على الاداة بتاعت الموف تول، وهحرك بالماوس يمين وشمال وانا واقف على اللاير. لو انا جيت حركت كده، احنا عايزين كأنه باصص لفوق. طبعا انا عندي ظهر في الخلفية لون ازرق، ده هنعالج كل الكلام ده دلوقتي. هاجي على العين التانية واعمل نفس الكلام. جميل جدا. هاجي تحت، هو كده لو احنا بصينا كأنه بيبص على فوق، بس طبعا الحتة الزرقاء دي عاملة مشكلة. هنعمل نيو لاير تحت السوسة دي،
وهجيب الفرشة العادية واخلي الاوباسيتي والفلو 100%، وهعمل نقطة كده ايه بالابيض في الجزئية دي بحيث ان هو يخفي لي اي حاجة. هتحس دلوقتي ايه كأنه بيبص على التاج او على الضرس من هنا وخايف وطالع يعني. تمام. هعمل ايه تاني؟ ممكن بس اشد الحاجات دي كلها كده من هنا، يعني انزلها تحت شوية، اكبرها كده شوية. عايز اعمل حاجة في الباك جراوند ركزوا معايا فيها. انا هاجي تحت اللاير بتاع الفوق اللاير بتاع الضوء اللي جاي من فوق ده، وهجيب اداة الريكتانجل ماروكي تول وهسحب كده من هنا لغاية مثلا الجزء ده. تمام. هعمل نيو لاير واجيب اللون مثلا ده الغامق، واجيب اغمق منه درجة شوية، واخلي الفلو 10% بالفرشة الفيدد. كبر بس الفرشة كده، هنعمل زي افكت كده كأن ده حز يعني او كده. تمام. ابدأ انزله لتحت شوية كده كأن مثلا دي الحيطة وهنا ده الارض. تمام. هاجي اعمل بالفلتر كده اديله بس جوزن بلور خفيف كده 5 مثلا، واقلل الاوباستي بتاعه اخليه مثلا 50. لذيذ 50. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب المصباح ده، صغر بس حجمه كده شويه، عايز بس اطول شويه السلك بتاعه. هاجي اجيب اداه السلكشن واحدد الجزء الاسود ده وادوس كنترول حرف الجي وانا واقف على اللاير نفسه. هيعمل لي كوبي من السلك نفسه، هدمجه ببعضه كده كاني انا ايه طولت السلك نفسه. هنجيب الاداه او هنجيب المصباح ده نخليه convert to smart object، كبره كده شويه من هنا، وهنعمل كانه جايب اضاءه على الضرس ده. هنا لما انا قلت لكم احنا ليه عملنا الضوء ده، هنعمل كأن في اضاءه جايه من الضرس من هنا. هنرفع بس ده فوق شويه ونعمل لاير تحت منه باللون الابيض والفرشه الفيدد اوباسيتي وفلو 100%، وهعمل نقطه. ممكن تزود النقطه شويه وتظبطها على قد الضرس او على قد سوري المصباح نفسه. هعمل نيو لاير تاني بنفس الفرشة الفيدد، هخلي الفلو بس 10%، وهعمل كأن في ضوء جاي كده ايه خفيف على اتجاه الضرس نفسه. طبعا في طرق كتيرة بنعمل بيها الإضاءة، بس دي أسهل طريقة أو أسهل طريقة نستخدمها يعني في التصميم بتاع النهاردة. تمام. هاجي أسحب بعد كده التكست، أنا سايبها لك زي ما هي كده، هتحطها مثلا هنا. هنعمل تحت الكونتاكتنج او الاتصال، هجيب الفونت بتاع سوشيال ميديا اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، وهدوس على حرف ال ام، هيعمل لي الشكل بتاع الاتصال ده. هكبره شويه كده هنا مثلا، ممكن نظبط حجمه كده بس. تمام. واعمل نيو تكست لاير واجيب الفونت بتاع مونتسيرانت وهخلي المود بتاعه بلاد، واقول مثلا 19600. طبعا انت ممكن تخلي الرقم ده زي ما حضرتك عاوز، يعني انا ايه بديك بس الفكرة، وانت ممكن تخليه رقم تليفون عادي يعني. تمام. انا شايف كده ده مناسب يعني، هنوسطنه بس كده وهنصغر حجمه شوية. تمام. ممكن تعمل ايه تاني؟ انا حاسس ممكن بس نضلم شوية الشادو ده، يعني نظبطه كده. اي حاجة انت قبل ما تخرج التصميم تديه للعميل ضروري تراجع كل حاجة بحيث لو في حاجة سقطت منك يعني، وده وارد. ما تتخيلش او مثلا تفتكر ان عشان مصمم فحضرتك مش هتغلط يعني، لا طبعا هتغلط، والصح انك تتعلم من الغلط. هنعمل بس كده نظبط الشادو شوية. جميل جدا. انا شايف كده التصميم يعتبر خلص، بسيط جدا، ما فيهوش اي شغل كتير. كل الاليمنت اللي انا اشتغلت بيها سايبها لك في الديسكريبشن بحيث لو حبيت تشتغل بيها. اتمنى يكون التصميم عجبك.
النهارده ما طولناش في التوتوريال، ولكن حبيت قدر المستطاع اديكم معلومة جديدة او فكرة جديدة تشتغلوا بيها في تصميمات السوشيال ميديا بتاعتكم. لو حد احتاج حاجة ممكن تكتبولي في الكومنت. طبعا انا مش ناسي الناس اللي طلبت مني تصميمات عن السياحة، والتصميمات عن المدرسين او الدراسة والكلام ده كله. كل الكلام ده احنا او انا بالفعل عملت بيه توتوريالز، ولكن لسه هتنزل الايام اللي جايه. شكرا لحسن متابعتك، ولو احتجت اي حاجة ما تنساش تكتب لي في الكومنتات، وكمان لو تسيب لي لايك وسبسكرايب لو انت مش موجود عندنا في القناة.